بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيريرا بيهدي الدوري على طبق من ذهب للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي مبدئيا، لو كسب بكرة يبقى كده عليه العوض ومنه العوض في الدوري طار من 100 عقبة. يعني بصراحة مش لاقي كلام. يعني قلنا له المسلوسي ما بيسمعش الكلام، قعد سيد نيمار ما بيسمعش الكلام، حتى في تغييراته بيطلع السيسي. ما في امام عاشور مش شايف. يعني انت عايز تكسب، سيب الجزيري ونزل جنبه سامسون وطلع امام عاشور اللي هو بقاله 4 ماتشات دلوقتي ما عالق على الفرقه مش موجود، والراجل لسه جاي من خطوبه وجاي من جواز وجاي معرفش من ايه. يعني الراجل مش مركز معاك، حتى لما انت اديته الشوط الاولاني هو مش فايق. خلاص اشده، هو مش دستور وقرآن. يعني وحش طلعه. وانت حتى ده انت اتنرفزت عليه في اول الشوط الاولاني. يعني قلنا هيبقى اول تغيير، ولكن انا ما اعرفش انت ايه اللي انت بتعمل، ايه الحلول اللي انت بتديها لعيبه الزمالك. هو زيزو بس، يعني زيزو بس. بعد كده زيزو اتنسى، مفيش. انت نزلت شيكابالا، طب نزلت شيكابالا، الراجل نازل في وقت الفرقه مستموته وال11 لعيب ورا، هتعمل بيه ايه؟ وسيد نيمار بتنزله ناحيه الليفت ومطلع. هو عبد الشافي اشتكى لك؟ يعني انا نفسي اعرف بس ايه الفنيه، ايه العبقريه بتاعتك ان انت تطلع عبد الشافي وتنزل واحد بيلعب برجله اليمين حتى لو هو سليم 100%؟ بس دي مش عدلته. المسلوسي بقاله مثلا، ده في اخر الماتش في كوره جات له لو عملها كروس زي الكوره بتاعت اسامه نبيه كده اللي هو حطها في ماتش طلائع الجيش، لو اتعملت صح في 3. اسامه نبيه انت منزله في الاخر، يعني برضه فين بعد ايه؟ مع قلنا شيل 2 من نص الملعب، خلي عمرو سيسي بس. انت فرحان لي بدونجا؟ ده دونجا ولا بس صح. الحسنه الوحيده اللي عملها الشوطه اللي شاطها في نص الجول، بس هي دي الحسنه الوحيده اللي عملها. انما هو طول ال 90 دقيقة عمال ياخدها من اليمين ويحطها للشمال، ياخدها من الشمال، ولو لعبها لقدام خطوتين بتتقطع. ما انت يعني احنا بنتفرج على كورة غلط، ولا انتوا بقى اللي بتتفرجوا على كورة صح، ولا احنا يعني مش عارفين في ايه؟ وعمالين نقول لك يا راجل، ده الراجل اللي اسمه كولر عدل في الفرقة وبدأ يلعب حسين الشحات ويلعب مصطفى ميسي وقعد برونو صافي، ولما احنا بقينا نقول له ناس وصلت له الكلام ده. وانت يا عم العبقري لغايه امتى هتفضل تعك في التشكيل، وبعد كده في التغيير كمان بتعك عك ملوش اساس، يعني ملوش معنى. يعني ملوش معنى. يعني انت مثلا عايز تكسب، ما حط 2 رصاد حربه وخلي اسامه نبيه ونزل زيزو تحت الفيرود وخلي شيكابالا ناحيه الرايت وواحد بس اللي بيدافع. الاثنين التانيين اونطاجيه اللي هو دونجا والتاني اللي اسمه امام عاشور. نزل، اعمل كثافه عدديه قدام وسيب عبد الشافي على الاقل على عدلته، ده الوحيد اللي بيعمل لك كروسات خطر. بس الراجل اللي اسمه سيف الجزيري ما بيقطعش على القريبه، كل كره بتتلعب اول واحد بياخدها عشان ان هو ما بيتحركش. لو انت لعبت بالاثنين رصاد حربه دولت، واحد هيروح والتاني هيستنى. يا راجل انت وجعت قلبنا اقسم بالله. وما اعرفش بقى شويه الدراويش بتوع عمال يقول لك ايه الا البروف كله خط احمر. خط احمر ايه؟ خط احمر ايه؟ ده ضيع منكم الدوري، يعني ضيع منكم السوبر وضيع السوبر المصري، وبعد كده الدوري اهو مستنيين اما يجي افريقيا. وانا والله ما عايزه يمشي، والله ما عايزه يمشي، بس انا عايز انتوا اللي تمشوه. يعني انتوا بقى اللي تقولوا ايه، لا 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 ده ما ينفعش، لا ده فعلا ده فكره قديم وما يصلحش والكلام ده. انا والله العظيم عايزه يكمل لاخر. ادي 3 بطوله السنه دي، 3 بطوله. هتقول لي اصل خدنا دوري السنه، الاهلي كان وحش وبيراميدز كان وحش ومفيش لعيبه، وهو لما لعب اللعيبه الصغيره هي اللي جابت له الدوري، ولما كان الى حد ما بيعدل. انما دلوقتي لا عدل ولا رؤيه ولا فنيات ولا تكتيك ولا اي حاجه بيعملها. على العموم من دلوقتي مبروك الدوري للنادي الاهلي. لو كسب بكره يبقى خلاص كده عليه العوض ومنه العوض. الدوري من 100 عقبه للجزيره. وفكروا بقى في بطوله افريقيا، وعندكم كاس مصر اهو الماتش اللي جاي ده. انا بقول لكم اهو، لو ما عدلش من اموره هتخرجوا كمان من الكاس. يبقى 3 بطولات، ده غير الدوري بقى. يعني هيبقى 2 سوبر وكاس مصر والدوري كمان 4، ومستنين افريقيا. وادي ده نهائي لو شفتوا افريقيا بالشكل اللي انتوا سايبين الراجل يعق ومحدش قادر، ولا المسؤولين هناك كمان ولا بيقولوا له خايفين منه على ايه؟ خايفين منه على ايه؟
طيب البطولتين اللي جابهم ضيع 2 قصادهم، ولسه التالتة ولسه كاس مصر اللي جاي، ده غير افريقيا كمان. الصدمه الكبيره. وما تنسوش ان السنه اللي فاتت وانا مطلعكم من افريقيا ماتش الترجي هنا والكلام ده لما خسر هنا، بس عشان انتوا بتبلعوا له الزلط، فعشان كده ايه كروته. لا، اهم حاجه الدوري جه من عند ربنا واللعيبه الصغيره. على العموم ارض لك لجماهير الزمالك اللي هي خساره فيه، اللي هي بتروح وتموت نفسها يعني بتدي طاقه ايجابيه، ولكن هو مفلس فنيا. انت عارف لو حضر لك مليون مش 100,000 في الاستاد بالفكر بتاعك ده، والله ما هيكسبه. فالجمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه هو بيشجع. طب انت عايز ايه تاني؟ بس انت عمال تهبل وتعجن وتلت وتعق وبتضيع ابنات ملهاش يعني، مفيش اسهل من كده. وده على فكره اسهل دوري، ولكن هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. ده اللي نقدر نقوله. وما تزعلوش يا جماهير الزمالك، بس الناس اللي هي لسه متاكده ان هو البروف، ان شاء الله باذن الله الكاس جاي اهو كمان. يعني الدوري هو بنسبه مثلا 90% 80%، ولا لسه برضو الكاس اللي جاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومباراه جديده. السلام عليكم.